ضحكوا عليك وقالوا لك ان الاستثمار في الاسهم صعب، وان انت عشان تحلل سهم فانت لازم تكون خبير اقتصاد او عالم رياضيات. طبعا كل الكلام ده غلط. انا في الفيديو ده في دقايق اعلمك ازاي تختار السهم بتاعك وتعرف اذا كان ينفع تشتري في السهم ده ولا لا. بس قبل ما نبدأ خليني اقولك ان انا العارف، وتابعني عشان تعرف اكتر. طبعا بما اننا مسلمين لازم اول حاجة ندور عليها في الاستثمار بتاعنا انه يكون حلال. طيب ازاي نتأكد ان الاستثمار بتاعنا حلال؟ انه يكون السهم مطابق للشريعة الاسلامية. طيب ازاي نتأكد ان السهم مطابق للشريعة؟ الهيئات المتخصصة حطت معيارين. عندنا المعيار الاول وهو نشاط الشركة. طيب يعني ايه نشاط الشركة؟ بمعنى ان الشركة تكون بتشتغل في نشاط مباح، ما يكونش نشاط محرم شرعا، زي الأنشطة الربوية، زي الخمور، زي القمار، المراهنات، وهو أي نشاط مخالف للشريعة. ده المعيار الأول. المعيار التاني النشاط المالي، وده معناه إن نسبة الديون الربوية في الشركة ما يزيدش عن 33% من القيمة السوقية للشركة. وبعض المذاهب قال إن هو ما يزيدش عن 33% من إجمالي الأصول للشركة. طيب أنا إزاي أعرف الكلام ده؟ بدل ما أقعد أدور ممكن تلجأ لبعض المواقع زي زويا ومصفى، وهنا بتخش بتدخل اسم السهم أو كود السهم، وهو بيديك هل السهم ده متوافق مع الشريعة أو مشكوك في صحته أو غير متوافق أصلا. وبكده يبقى احنا عدينا الفلتر الأول وهو فلتر التوافق مع الشريعة. واللي برضو عشان أضيف لك إن عندنا البورصة المصرية عملت مؤشر EGX 33، ده متخصص في الشركات المطابقة للشريعة الإسلامية. طيب ده الفلتر الأول.